في الفترة قبل بناء السد العالي في أسوان كانت هناك معابد وآثار كتير معرضة لخطر الغرق، من ضمنها معبد أبو سمبل ومعبد ديبود اللي تم بناؤه على بعد 15 كيلومتر جنوب أسوان بالقرب من الشلال الأول. والحكاية بدأت سنة 1959 عندما اقترح وزير الثقافة وقتها الدكتور ثروت عكاشة بفكرة إنقاذ المعابد المصرية من الغرق. واستطاعت مصر بإقناع منظمة اليونسكو بالاشتراك مع دول زي أمريكا واللي دفعت وقتها 50 مليون دولار أمريكي. طبعا اشتركت دولة إيطاليا وهولندا وأسبانيا، وبالفعل تم إنقاذ عدد كبير من الآثار والمعابد المصرية. وقررت وزارة الثقافة بالاشتراك مع منظمة اليونسكو على إهداء أجزاء صغيرة من المعابد للدول المشاركة. وتم إهداء معبد ديبود بالكامل عن طريق الرئيس جمال عبد الناصر لإسبانيا، نظرًا لدورها في إنقاذه سنة 1968، وهو من أكبر المعابد الموجودة خارج مصر. تم تفكيك المعبد في أسوان وحمله على مراكب لميناء الإسكندرية، بعد كده هيكمل رحلته إلى ميناء فالنسيا في أسبانيا، وهو موجود حاليًا في حديقة البارك ديل أويستي في مدريد بالقرب من القصر الملكي.